السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم أبطال. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مراجعة على ما سبق دراسته من القواعد النحوية من كتاب سلاح التلميذ لغة عربية الصف الخامس من صفحة 9 لصفحة 17. نقول بسم الله. ما تنسوناش يا حبايبي في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. يلا يا أبطال. أول حاجة بيراجع لك هنا على أقسام الكلام. طبعا احنا عارفين إن الكلمة ممكن تكون اسم أو فعل أو حرف. تعال نشوف مع بعض النشاط الأول. بيقول لك أكمل الجمل الآتية باسم مناسب. طيب لو يقول لك هنا نسكن، هتقول له في منزل واسع وجميل، خلاص، أو في شارع. احنا بنسكن في الشارع بتاعنا مثلا واسع وجميل. طب احترس من الحفرة يا علي، حط أي اسم، يا محمد، يا أحمد. قشرت لي أمي برتقالة، ده اسم عشان في تاء مربوطة، وكمان ده نبات. هنا هتقول له في الأول هنا يسبقه حرف جر، هنا يسبقه أداة النداء، هنا تقول له التاء المربوطة أو التنوين. انواع الجموع عندنا جمع المؤنث السالم اللي بينتهي بواو ونون او ياء ونون، جمع المذكر السالم اللي بينتهي بواو ونون او ياء ونون، المؤنث السالم بالالف والتاء، وجمع التكسير طبعا ليس له شكل واحد او كمان بيتغير على صور مختلفة. عندك هنا علامات رفع المبتدأ والخبر. بيقول لك هنا اللعبة مسلية. مسلية هنا هتقول له مسلية لأنها خبر مرفوع على رفعه الضمة. الممثلات مبدعات أهي شباب. عندك المجتهدات هتقول له محبوبات، طالما المبتدأ فيه ألف وتاء يبقى الخبر فيه ألف وتاء. اللاعبان ملتزمان، المبتدأ فيه ألف ونون يبقى الخبر فيه ألف ونون. ودي صفحة 9. يلا يا باشمهندس على صفحة 10. صفحة 10 بيقول لك حدد المبتدأ والخبر في الجمل الآتية واذكر علامات الرفع. الأزهار متفتحة، الأزهار مبتدأ ومتفتحة خبر، وعلامة الرفع الضمة، وهما الاتنين جمع تكسير، وطبعا المتفتحة هنا مفرد. اللاعبون في الملعب سريعون، اللاعبون مبتدأ وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، وسريعون خبر وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. مذيعات البرنامج ماهرات، مذيعات مبتدأ وماهرات خبر وعلامة الرفع الضمة لأنها جمع مؤنث سالم. الكاتبان مبتدأ ومبدعان خبر، علامة الرفع الألف لأنه مثنى، علامة الرفع الألف لأنه مثنى. أكمل الجمل الاسمية بالركن الناقص مما بين القوسين. الرجل متواضع، هنا خبر مرفوع بالضمة. العاملون متقنون، خبر مرفوع على رفعه الضمة. الأمهات حريصات، المبتدأ فيه ألف وتاء يبقى الخبر فيه ألف وتاء يبقى حريصات، خبر مرفوع على رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الشجرتان هنا تقول له نضرتان، خبر مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. المصانع ممتلئة، ممتلئة هنا يا شباب خبر مرفوع على رفعه الضمة. ضع خط تحت الجمل. النورس ذكي، هتقول له هنا ذكي مش ذكي لأنها خبر مرفوع على رفعه الضمة. السيارتان كبيرتان. النجوم هنا بالضمة وليس بالفتحة لأن المبتدأ دايما بيكون مرفوع. التلميذات مجتهدات. النجارون مهرة. المهندسون ماهرون مش المهندسين، هنا كده حالة النصب، وطبعا المبتدأ دايما بيجي مرفوع. الأطباء نشيطون. ودي كانت صفحة 10. يلا يا شباب على صفحة 11. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله يا ابطال. يلا بينا. عندك هنا الجملة الفعلية. الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل. عندك هنا طبعا اللي اختار الإجابة الصحيحة. صعدت الموظفات، وما ينفعش أقول موظفاتي لأنها هنا فاعل والفاعل بيكون مرفوع. طيب ينمي المفكرون، فاعل مرفوع على رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تصالح الوالدان. الولدان هنا فاعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. تزيد الدولة فاعل مرفوع على رفعه الضمة. تتواصل الصديقتان، فاعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. تمتلئ البحار مش البحارة، لا هي طبعا الفعل دايما بيكون مرفوع. ودي صفحة 11. يلا بينا حبايبي على صفحة 12. صفحة 12 أكمل الجدول التالي. بيقول لك هنا يبني العمال البيت. المفعول به فين يا حبايبي؟ هتقول له هنا كلمة البيت. علامة النصب الفتحة. كرم مدير المدرسة المتفوقات. من هنا المفعول به هتقول له كلمة المتفوقات. مفعول به منصوب على نصبه الكسرة، جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. حصد الفلاحون. حصد فعل ماضي والفلاحون فاعل مرفوع على رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. والمحاصيل مفعول به منصوب على نصبه الفتحه. شكر رئيس الشركه الموظفين. شكر فعل ماضي ورئيس فاعل والشركه مضاف اليه، والموظفين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. على حرف جر وجهدهم اسم مجرور على مجره الكسره. الف الشاعر قصيدتين. الف فعل ماضي والشاعر فاعل وقصيدتين مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى. اكمل بما هو مطلوب بين القوسين. شاهد التلميذ، عايز مفعول به علامة نصبه الياء هتقول له سائحين معجبين بآثارنا. تمتلئ المدرجات بالمشجعين. انا حطيت هنا جمع مؤنث سالم وضبطت الاخر بتاعه طبعا عليه ضمه لانه هنا وقع فاعل.
انطلق الصاروخان نحو الفضاء. الصاروخان فعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. نزرع نباتات. نباتات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن نزرع نحن نباتات. ركب المسافرون القطار. ركب فعل ماضي، المسافرون فعل، والقطار مفعول به. كتب المؤلف روايتين. كتب فعل ماضي والمؤلف فاعل، وروايتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. ودي صفحة 12. يلا يا شباب على صفحة 13. صفحة 13 حول الجمل الاسمية الآتية إلى فعلية وحدد الفاعل والمفعول به. الصديقان ناقشا الفكرتين. هتقولوا ناقش الصديقان الفكرتين. الفاعل هنا كلمة الصديقان، المفعول به كلمة الفكرتين. الأعلام بتزين الطرقات. هتقولوا بتزين الأعلام الطرقات. الأعلام هنا هتقولوا فاعل، والطرقات مفعول به منصوب بالكسرة. استبدل الكلمة التي تحتها خط بمفعول لأجله. نزرع الأشجار حفاظا على البيئة. راسلت أخي استفسارا عن موعد وصوله. يزور السائحون بلادنا استمتاعا بجوها. أكمل الجمل الآتية بمفعول لأجل مناسب. تصدق الرجل طاعة لله. أدرس بجد رغبة في النجاح. قاوم الجنود العدو دفاعا عن الوطن. ابتعدت عن الحفرة خوفا منها. توقفت عن الكلام احتراما لأبي. إذا احنا حطينا مفعول لأجله مناسب. دي صفحة 13. يلا باشمهندس على صفحة 14. صفحة 14 بيكلمك هنا عن الظرف. طبعا احنا عارفين ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان ده اسم برضو بيدل أو بيبين زمن حدوث الفعل زي يوما وليلا وشتاء. ظرف المكان اسم بيبين مكان حدوث الفعل، فوقا شمالا داخل أسفل. تعالوا نشوف مع بعض. هنا بيقولك أتناول الغداء وسط اليوم. وسط هنا حبيبي دي ظرف زمان. سأصل بين ساعة وأخرى. بين هنا ظرف زمان. سألقاك عند المتجر. عند ظرف مكان، لأن هنا ذكر لك المكان اللي هو المتجر. أتناول الغداء وسط اليوم. أنا عندي وسط هنا يا شباب هتقول له ظرف زمان. أحب التجول بين الأشجار. بين هنا هتقول له ظرف مكان. يصيح الديك عند شروق الشمس. ده ظرف زمان. اختر الإجابة الصحيحة. أغسل أسناني بعد الأكل. نتوضأ قبل الصلاة. المحطة جانب المتحف. نرتدي الملابس الثقيلة شتاء. صفر الحكم قبل انطلاق المباراة. يعتدل الجو ربيعا. أكمل جمل العمود الأول بظرف مكان والعمود الثاني بظرف زمان. اختبأ الطفل خلف الباب. العصفور محبوس داخل القفص. وقف الحارس أمام المرمى. ركبت القطار عند وصوله. تشرق الشمس صباحا. تلمع النجوم في السماء ليلا. وكده حبايبي احنا كملنا بالعمود الأول ظرف مكان والعمود الثاني ظرف زمان. ودي كانت صفحة 14. صفحة 15 بيقول لك هنا همزة القطع وألف الوصل. همزة القطع بتكون همزة بتتكتب على الحرف الأول كده عندك على الألف يا شباب كده، إما فوق أو تحت. ألف الوصل بتكون ألف من غير همزات. أهداني أبي. أنا عندي أبي يا حبايبي هنا غلط، المفروض تكتب بهمزة قطع. اكتست المفروض ألف وصل. احتفظ بها. احتفظ هنا همزة قطع. الهمزة المتطرفة على ألف بترسم الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوح مثل مبدأ وملجأ وينشأ. اختار الإجابة الصحيحة. الجو بعد عاصفة شديدة هتقول له هدأ. الفريق لعب المباراة هتقول له بدأ اللي هي الأخيرة. الطالب القصيدة بصوت واضح هتقول له قرأ. الطفل هتقول له يلجأ إلى أمه إذا شعر بالخوف. ودي صفحة 15 يا باشمهندس. يلا بينا على صفحة 16. يلا يا شباب الهمزة المتوسطة على السطر. هنا بيقول لك أكمل بعلامة الترقيم المناسبة. ما أجمل الصداقة. ده أسلوب تعجب يا شباب. أحب اللغة العربية تحط نقطة. يا فارس طبعا ده نداء هتحط فاصلة. كيف دي أداة استفهام تحط علامة استفهام. أتعلم اللغة الأجنبية لا أتواصل مع العالم تحط على فاصلة منقوطة. هنا حبايبي قال أبي هتحط نقطتين القول عشان بتيجي بعد المقول. طيب هنا بيقول لك صفحة 16. يلا بينا على صفحة 17. صفحة 17 التعبير المجازي والحقيقي. المجازي يعني حاجة غير حقيقية، انما طبعا التعبير الحقيقي يعني شيء بيكون حقيقي. طب بيقول لك هنا بيضيع الوقت. يضيع الوقت باللعب ده مجازي. هو الوقت بيضيع؟ لا طبعا. انطلق الطائر في السماء الايه الواسعة. ده حقيقي فعلا الطائر بيطير في السماء. الازهار تبتسم ده مجازي. طيب يطير قلب الام طبعا برضو مجازي. جنى المجتهد ثمار تعبه برضو مجازي. هو المجتهد بيجني ثمار تعب، والتعب ثمار. طيب السعادة في عمل الخير ده حقيقي. اختر النهاية المتماثلة. النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر.
ريان الصفحة والمنظر ما أبهى الخلد وما أنظر، صبغ الشطين بسمرته لونا كالمسك وكالعنبر. هنا حبايبي صل كل جملة بحسب موطن الجمال. أعامل معلمي بكل تقدير واحترام. تقدير واحترام ده ترادف. لي أخ مجند اسمه محمد، دي نهاية متماثلة مجند ومحمد. البيت بيرحب بالضيوف، ده تعبير مجازي. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامة حبايبي.